أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا الخير محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته الغر الميامين المحجلين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من برنامج فن الحياة. نتناول في هذه الحلقة بعض مساوئ اللسان، وكيف أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حذر من يتطاول على الناس بألسنتهم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ويقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما سأله معاذ بن جبل: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ يعني يا رسول الله، نحن عندما نتكلم، عندما نتحدث، عندما نقول عن فلان كذا وكذا، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ فقال له الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار، أو في رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. فيا إخوة يا كرام، وللأسف كثير منا يطلق على الناس ويتلفظ عليهم بألفاظ لا تليق به كونه مسلم، ولا تليق به كذلك كونه يسير على منهاج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فنتهم الناس بالنفاق، ونتهمهم بالكفر، ونتهمهم بالزندقة، ونتكلم في أعراضهم، ونتكلم عنهم، ونغتابهم، ونتجسس عنهم. وكذلك أريد أن أوثق كلامي بحديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه ماعز، ذلك الصحابي الذي زنى، فأراد أن يتوب وأن يتطهر من ذنبه، فأتى إلى الرسول في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، والرسول صلى الله عليه وسلم رحمة به، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كان يصده: أبه جنون، أشرب شيئا، أتعرف ما الزنا؟ فالآن صده في المرة الأولى والثانية والثالثة. لكن ماعز أراد أن يتطهر في الدنيا قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى، فلما رجمه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا باثنين من الصحابة يقول أحدهما للآخر: أرأيت هذا الذي فعل كذا وكذا فستره الله حتى فضح نفسه ورجم رجم الكلاب؟ فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم سمع ما قال فسار قليلا، وإذا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يرى جيفة متعفنة قد انتفخت من الحر ميتة، فقال: أين فلان وفلان؟ فقالوا: ها نحن يا رسول الله. فقال: انزلا وكلا من هذه الجيفة. فالآن تعجب الصحابة: يا رسول الله، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، ومن يطيق على ذلك؟ من يستطيع أن يأكل من هذه الجيفة النتنة العفنة؟ فقال: والله ما نلتما من لحم أخيكما آنفا. شوفوا يا إخوة يا كرام، الغيبة والنميمة، الاستغابة اللي الكثير بيننا بيتحدث فيها. قال: ما نلتما من لحم أخيكما آنفا، عندما قلتما حتى رجم رجم الكلاب، أشد من أكل هذه الميتة أو هذه الجيفة، والله لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لكفتهم. فيا إخوة يا كرام، الموضوع خطير جدا جدا، قضية الغيبة، قضية النميمة، قضية التجسس، قضية سوء الظن بالناس. على قضية سوء الظن بالناس، ذات يوم يدخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجانبه خالد بن الوليد. الرجل يبدو أنه كان متعنتر، فنظر إلى الرسول وقال: يا رسول الله. فقال له: ما بك؟ فقال: اتق الله. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم تعجب، قال له: ويحك، وهل يوجد في الأرض من هو أتقى مني؟ في حدا أتقى من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ويحك، وهل يوجد في الأرض من هو أتقى مني؟ الزلمة متعنتر، ما عجبوش الموضوع: يا رسول الله اتق الله، وحمل حاله، ومثل ما بيقولوا فعط. فالآن خالد بن الوليد نظر إلى رسول الله، كانوا حريصين جدا ألا يهان رسول الله وألا يمس بشيء. قال: يا رسول الله، هل أذنت لي فقطعت رأسه؟ كل رأس مالها يا رسول الله، السيف بس بشيله ومن غمده وبكيم راسه. فقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: شوفوا يا إخوة حسن الظن من الرسول، مع أن الرسول هو أعلم إنسان بهذا الرجل الذي جاء يقول له: اتق الله يا محمد. فقال: يا خالد، عله يصلي. طب احنا اليوم منصلي ومنصوم ومنزكي ومنحج، ويتم اتهامنا من فلان ومن علان، أو يتم اتهام الناس بالنفاق والزندقة والكفر، وفلان نازل وفلان طالع، وشوف فلان كيف منظره وقصير وطويل. فقال له: يا خالد، عله يصلي.
فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، أولم ترى النفاق يقطر من وجهه؟ فقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يا خالد، والله ما بعثت لكي أشق عن قلوب الناس فأرى هذا منافق أو هذا كافر أو هذا أبصر ماله. فيا إخوة يا كرام، تذكروا حديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها الرجل من سخط الله تبارك وتعالى لا يلقي لها بالا. فلان بيكون طالع، بكون ماشي مع صاحبي فبقول له: بحر هذا يا زلمه، كيف بحب يورجي حاله للناس، كيف انه منافق، كيف انه في عليه اثار الكفر، ما بلقي لها بال. قال: فتهوي به 70 خريفا في نار جهنم والعياذ بالله. فيا إخوة يا كرام، علينا أن نوازن ألفاظنا، علينا أن نوازن كلماتنا، وعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. أختم بقصة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجمعنا بها في جنات النعيم مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذات يوم تريد أن تخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن زوجته صفية، فالآن يبدو أن اسم صفية غاب عن ذهنها، فقالت: يا رسول الله، صفية، وأشارت بيدها هكذا أي أنها قصيرة. فقال لها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت لونه وطعمه. فيا إخوة يا كرام، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها الناس، قال يا أيها الذين آمنوا، لأننا مؤمنين مسلمين نقع كثيرا في هذه الأمور. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل من لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أقول ما تسمعون، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.